من المغرب بدأ الحلم، وفي قطر أصبح الحلم حقيقة. هذه هي غرفة الملابس الأكثر شهرة في ملاعب كرة القدم. هنا في قطر سمع زئير أسود الأطلس. في قطر بدأت الرحلة بمجموعة موت خرجت منها الأسود حية. بعد مرحلة المجموعات اتسعت رقعة الطموحات، وبات الهدف الإطاحة بالمتادور الإسباني. السعيد أشرف جول! الله يوصل! الله يوصل! في استاد المدينة التعليمية كان عنوان الدرس المغربي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت منتخبا طيب الأعراق. وهنا في هذا الملعب استاد الثمامة قدم المغاربة درسا آخر بعنوان: سجل أنا عربي. يحيى عطية الله في القائم الثاني. فوز في الملعب الذي يجسد شكل الجحفية، بسببه رفع العرب القبعات لأشقائهم من المغرب، مؤكدين بأنه لا شيء يفرقهم. إنه الجيل الذي رسم السعادة على وجوه أمة عربية بأكملها. أمة اجتمعت على قلب رجل واحد. إنه الجيل الذي كان سببا في إيصال صوت قارة سمراء قالت للعالم أجمع: من حقنا أن نحلم ما دامت الكرة تدور. الفرحة كانت لا حدود لها. نتائج جعلت كل من على وجه المعمورة يتأكد بأنه لا كبير في عالم المستديرة، فأصبح الحلم لا سقف له. كله بفضل حصان أسود، لا بل حصان أحمر، رفع فارسه راية زينتها النجمة بأداء 5 نجوم، والجميع يهتفون: ديما مغرب. وقائد الكتيبة المغربية أصدر الأمر: سيروا سيروا، والجنود ينفذون. هو ذاته من يتفاءل أبناؤه عندما يضرب بيديه على رأسه، عندها ينتهي التفكير في أي شيء ويبدأ الاحتفال. هؤلاء هم من أعادوا البسمة لأمة عربية تجاهلها العالم كرويا، ولقارة إفريقية خرجت الكرة من بين أدغالها. أسود الأطلس تولوا مهمة الدفاع عن أسود غير قابلة للترويض، وأسود تيرانجا ونسور قرطاج وفراعنة ومحاربي صحراء وصقور جديان وفهود وخيول وفيلة. هؤلاء هم الحالمون.